السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل مشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. بصوا بقى، فيديو النهاردة حاجة كده ترند، بس أنا آخر من نزل بالترند ده. النهاردة هنعمل مع بعض طاقية السلطان. آه، طبعا الحاجة دي أو النوع ده من المعجنات يعني انتشر انتشار رهيب جدا الأيام اللي فاتت دي. فقلنا بقى ايه نعمله بقى مع بعض. اشمعنى احنا يعني اللي هتيجي علينا ومش هنعمل طاقية السلطان؟ لا، لازم نعمل طاقية السلطان وزعبوط السلطان. مرة الجاية نعمل جوانت السلطان وكل مرة كده ايه نعمل حاجة. حبايبنا بقى، قبل ما نبدأ في اي حاجة كده تنسوش طبعا تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثانيا تحطوا له لايك جميل للفيديو ده. هو بقى مش ليا المرة دي لطاقية السلطان. ويلا بينا كده نسمي بالله ونبدأ الفيديو. بس اهم حاجه اللي مشتركش معايا في القناه فضلا وليس امرا كده، يعني ايه، قبل ما ننسى ندخل في التفاصيل، اللي مشتركش معايا يضغط على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو ويفعل زر الجرس. هنا بقى حطينا ايه معايا؟ هنا نص كوبايه ميه دافيه، ونص كوبايه لبن دافي برضو، ربع كوبايه زيت، وبياض بيضه. ومعايا هنا 5 معالق من السكر، ومعلقه كبيره خميره فوريه اللي عاديه يعني. هنقلب بقى المكونات دي مع بعض. يعني بقى حطينا ايه نص كوباية لبن ونص كوباية مية يكونوا دافيين، وربع كوباية زيت، وبياض بيضة. ما نحطش البيضة كاملة، ناخد البياض بس، ومعلقة خميرة نقلب. ومعايا هنا 3 كوبايات وربع من الدقيق، وعلى حسب نوع الدقيق انا رجعت زودت كمان تقريبا ربع كوباية كمان. يعني اخدت معايا 3 كوبايات ونص دقيق. طبعا بيختلف من نوع للتاني، انت هتحطي 3 وربع، عوزتي تزودي تمام. هنعجنها كده لغاية ما تلم معانا. هي بتبقى العجينة بتاعتها ملمسها طري كده زي ما انتم شايفين. يعني انا بليت ايدي زيت علشان انا اقدر ان انا المها تاني في النهاية كده. فصلتها لنصين. ده هنا نص هنحط عليه من معلقة لمعلقة ونص من الكاكاو. ممكن تحطوا معلقة من الكاكاو الخام. عايزينها تبقى غامقة قوي قوي يعني ونكهتها عالية، زودوا كمان نص معلقة. انا هنا حطيت معلقة واحدة بس من الكاكاو. هعجنها كده كويس وبس. كده هنغطيها لا، قبل ما نغطيها هنحط عليها هنا معلقة من الزبدة او السمنة او الزيت ايا كان، ونعجنها بيها تاني ونلمها كده كويس. وهنغطي عليها بكيس ستريتش ونسيبها لغاية ما تتخمر. بس كده كده يعني عجناها بمعلقة الزبدة. نحطها بقى في جنب، ونجيب اللي هو النص اللي هو الابيض. نفس الطريقة حطينا عليه معلقة من الزبدة او السمنة او الزيت، يعني مفيش اي مشكلة خالص. هنعجنها برضو كده ونلمها كويس. وهنسيبهم الاتنين كده، نغطي عليهم بأكياس ستريتش. وممكن نحطهم بقى ايه يتخمروا في الفرن. نولع اللمبة بتاعة الفرن، او نلفهم كده في فوطة في مكان دافي ندفيهم، يعني لان الايام دي الجو شتا وكده. آه نغطيهم بأكياس ونلفهم في بطانية دفاية، نحط عليهم فوطة، نحطهم في فرن البوتاجاز. المهم مكان يكون محكم كده ويكون دافي، بحيث ان هم يتخمروا معانا على طول وما يقعدوا ساعة في التخمير. هنا بقى بعد ما عدى ساعة، يعني حجمهم زاد شوية. هبدأ ان انا ايه يعني افرغ الهواء كده. هلم بس العجينة، مش هنعجنها، هنلم بس اطرافها كده، نفرغ منها الهواء بحيث ان احنا ايه نعرف نتملكها بقى ونفردها وكده. على السطح بقى بتاعنا اللي هنعجن عليه، اللي هنفرد قصدي عليه العجينة، نرش كده رشة دقيق تحت العجينة الأول، عشان طبعا ما تلزقش معانا وتكون سهلة معانا في التشكيل. هجيب اللي هو الجزء الابيض ده هعمله الاول، ورش الدقيق برضو عليه من فوق. وعندك بقى بالنشابة بتاعتك او بالخبازة بتاعتك. الاول كده ايه نبطها كده، نحاول نديها ايه شكل مربع شوية. ونجيب بقى ونجيب الجزء التاني اللي هو بالشوكولاتة ده، برضو رش دقيق من فوق ومن تحت، نفس الحكاية. وهنفردها برضو نحاول نخليهم نفس المقاس. نفرد بقى كويس كده برضو، نخليه شكله مربع، ولا يعني لحد ما كده يكون المقاس قريب من بعضه، او يا ريت يعني ايه يكونوا قد بعض بالظبط. بس كده هنفرد سريع سريع، وهنشيلها الجزء اللي بالشوكولاتة ده هيبقى فوق. نفرد بقى كده كويس، نخلي الاطراف كده تبقى ملمسة مع بعض، يعني بحيث زي ما قلنا يكونوا نفس المقاس وكده.
طبعًا حبايبنا الحلوين اللي وصلوا معايا لغاية هنا وما حطوش لايك للفيديو أو ما سمعونيش في البداية كده وأنا باقول الاشتراك، الاشتراك يا جماعة لو سمحتوا اللي ما اشتركش يضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو ويفعل زر الجرس علشان لما انزل فيديو جديد ييجي لكم بإشعار بإذن الله. هنا بقى معايا لو عندكم بقى نوتيلا شوكولاتة دي كانت شوكولاتة، عارفين انت بقى الشوكولاتة اللي هي بتاعة العيد دي، ولو في نوتيلا أو صوص شوكولاتة بيبقى تمام، بس ما كانش فيه لا نوتيلا ولا صوص شوكولاتة، فكان عندي شوكولاتة اللي هي المكعبات دي. سيّحتها على حمّام بُخار، بس طبعًا لإن إحنا في الشتا وكده على ما جيت أشكِّل العجينة كانت بدأت تمسك شوية، بس أنا علشان ما اخلّيهاش تمسك وتجمد تاني زي الأول، وأنا باسخّنها على حمّام البُخار ضِفت ليها شوية زيت ومعلقة لبن، بحيث إن هي لمّا تبرد ما يعني إيه، ما ترجعش تجمد تاني، لإن هي أصلًا زي شوكولاتة المطبخ وكده، فلو بردت هتجمد تاني، لأ أنا مش عايزاها تجمد، أنا عايزاها تكون طرية، يعني زي الصوص كده، فنضيف لها وهي على حمام البخار معلقة زيت ومعلقة لبن، عشان لو سقعت ما تجمدش تاني، وبس كده زي ما انتم شايفين أنا نجيب بقى العجينة بالعرض حطينا فيها الشوكولاتة ونبرمها كده ونسيب الجزء اللي هو اللي في الطرف ده هنضفره كده زي الضفيرة، ده بقى اللي هيدينا التشكيلة لطاقية السلطان أو ده بقى الشكل الخارجي لطاقية السلطان، أو هو الافتكاسة بقى في الموضوع هي الحركة دي. إن إحنا نسيب اللي هو الطرف ده، يعني زي تِلت العجينة كده هنسيبها وندفّرها نقصّها كده شرايح بالسكينة زي ما أنتم شايفين، نخطّطها وبعدين نبرمها بالشكل ده، على فكرة يعني سهلة جدًا، جدًا يعني تحسّوا إن أنتم إيه، بتستمتعوا كده وأنتم بتشكّلوها، المعجّنات دي بتبقى حاجة حلوة كده، بالذات لمّا تكوني مشكّلة حاجة لونين كده وتعملي فيها شوية فلسفة أو فزلكة أو أي افتكاسة كده تحسّي إن أنتِ مستمتعة وأنتِ تحسّي إن أنتِ بتلعبي وأنتِ بتعملي الحاجة. هنخلّص بقى بقية الضفاير دي، وخلاص كده بقى ضفّرنا ضفايرنا، هنكمّل بقى برم في العجينة، إحنا كنا بنلفّها بالعرض كده على شكل رول، بعد ما خطّطنا وضفّرنا نكمّل بقى اللفّة بتاعتنا، شايفين بقى ادّت شكل حلو إزاي، هي بس كانت عندي كانت تخينة من النُص شوية، يعني كان المفروض وأنا باعملها بالنشّابة كنت يعني إيه أعرّضها شوية عن كده، فجات عندي إيه، أو هي عامةً هتبقى عند الكل كده يعني، بيبقى الجزء اللي هو اللي في النُص ده بيبقى عالي شوية، أنتم حاولوا إن أنتم إيه وأنتم ماشيين بالنشابة تتوسّعوها شوية، حطيناها بقى في صينية صغيّرة، أنا كنت جايبة صينية أوسع من كده شوية، بس حسّيت إن هي هتبقى كبيرة فده يعني إيه لقيت مقاسها مناسب، هنحطها كده على شكل دايرة، نحاول إن إحنا الطرف من هنا ومن هنا نوصلهم ببعض، بحيث إن هي تبقى على شكل دايرة. هنا بقى معانا بياض البيض صفار البيضة قصدي، إحنا في الأول استخدمنا الصفار وشِلنا الأول قصدي مع اللبن والمَيّة حطينا البياض وشِلنا الصفار، هنا بقى الصفار مهمته بقى هنحط عليه معلقتين من اللبن وفانيليا ونقطتين خل عشان الزفارة وكده، ده هندهن بيه وش العجينة قبل ما تدخل الفرن. نسيت أقول لكم على حاجة، العجينة سيبناها تتخمّر تاني، هي هتتخمّر على مرحلتين، لمّا نعجنها ونفصلها عن بعض هنسيبها تتخمّر، ولمّا نحطها كده في الصينية هنسيبها تتخمّر لغاية ما يتضاعف حجمها. أنا سِبتها تتخمّر بس إيه ما يعني سِبتها يعني ما يكمّلش ساعة، بس أنا استعجلت عليها بصراحة، وحطيتها في الفرن بتاخد ما تتخضّوش، هو عادي، أنا بصراحة كنت عايزة أكروِت الفيديو كلّه ما كنتش عايزة أنزّله، بس قُلت أنا بعد ما صوّرت هاجي ما انزّلش الفيديو عشان حاجة زي كده عادي وارد إن هو يحصل. نخلّي بالنا هي هتتحط في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 و نخلّي بالنا يا دوبك يعدّي 10 دقايق، يا دوبك وشّها ياخد لون دهبي كده، نغطّي الوش بتاعها بحاجة بورق فويل أو بغطا حلة أو بأي حاجة. أنا هنا يا دوبك عدّى ربع ساعة بالضبط، فتحت الفرن لقيتها إيه، وشّها أحمر سيكة، هي برضه أخدت لون هي مش محروقة، بس الجزء اللي هو بالشوكولاتة ده بان فيه التحمير أوي عن شايفين يعني هي ما اتحرقتش، بس هو كمنه بالشوكولاتة فلمّا أحمر غمق أوي، إنما الجزء اللي هو الأبيض زي ما هو أنتم شايفين لونه دهبي وحلو. بس نخلّي بالنا يا دوبك نراقبها كده أول 5 دقايق، 10 دقايق، أول ما تاخد لون دهبي كده نقوم مغطيين عليها، أنا هنا فضلت حوالي ربع ساعة لمّا غطيت وشّها، بصراحة يعني كنت سِبتها في الفرن وكده ورجعت، هي أخدت 25 دقيقة بالضبط. آمم، أنا هاحاول أقطّعها لكم، المفروض نسيبها لغاية ما تبرد، بس أنا عشان أخلّص بقى تصوير الفيديو، شايفين ما شاء الله جميلة، هي بس سخنة،
بيبان طراوتها والهشاشان بتاعها والقطنيات بتاعتها دي لمّا بتبرد، هي كمنها لسه سخنة تحس إن هي لسه عجينة شوية، إنما ديّة لمّا المعجنات بالذات لمّا بتسقع طعمها بيبان وقوامها بيبان وكل حاجة بتبان. شايفين لمّا قرّبت البتاع تحس الكاميرا تحس إن هي إيه، لسه طرية، أنا كنت مفكّرة إن لسه عايزة سِوَى كمان، بس لأ لمّا بردت بقى بانت بقى على حقيقتها، تحس إن هي حاجة إسفنجية كده. بس كده بس يا جماعة ما تتخضّوش يعني بصراحة ما كنتش عايزة أنزّل الفيديو من المنظر النهائي ده، بس قُلت عادي يعني إحنا إيه بقيتوا مننا وعلينا وعادي ما بقيناش غُربة عن بعض، المهم النتيجة والمهم الطعم وكده يعني، وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا، عايزاكم تجرّبوها بقى وتقولوا لي رأيكم، أنا عارفة إن أنا تقريبًا آخر واحدة في مصر عملت الtrend ده وعملت الفيديو ده، بس إن شاء الله خير، أشوفكم على خير ومع ألف سلامة.